يا مساء الفل، يا مساء السعادة على احلى متابعين. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من دعمكم ليا. عملت لنا النهارده يوميات سحر، عملت لكم باتيه بالجبنه والعجوه، حاجه جميله تحفه بجد، حاجه حلوه قوي. ب3 كوبايات دقيق او بنص كيلو. بصوا الجبنه، بص جمال، بص الطريان بتاعه الباتيه، حاجه جميله تحفه بجد. عايزاك تجربيها وتقولي لي ايه رايك فيها، ولو انا عجبتك ما تنسينيش في لايك ولا تنسيني في اشتراك ولا كومنت حلو زيك اللي بيسعدني ويفرحني. يلا بينا نشوف الجمال ده والحلاوة دي اتعمل ازاي. نعمل مع بعض شوية باتيه حلوين جدا واقتصادي. هحط معلقة كبيرة خميرة، معلقتين سكر، نص مية، نص كوباية مية بس تكون دافية يا بنات، مش عاوزاها ساقعة ولا تكون سخنة. وابتدي اقلب كده لغاية ما كله يتجانس كله مع بعض. باتيه اقتصادي وجميل جدا والطعم تحفة، تتعشي بيه تفطري بيه لعيالنا كده وهي بتذاكر. جميل جدا مع كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي ساده، اللي انتي عاوزاه تاكلي بيه. تحفه بجد، احسن ما بنجيبه من الافران بسعر عالي كده. تمام، وهغطيها تمام كده واسيبها شويه تخمر. ليه؟ عشان لو انتي متاكده من الخميره بتاعتك مفيش مشكله، اشتغل على طول. مش متاكده اعملي تيست زي ما انا عملت كده. تمام كده، هسيبها دقيقه صغيره، دقيقتين 3 كده لغايه ما تقوم. حبايب قلبي، ده نص كيلو دقيق ونخلته، معلقتين لبن بودرة وممكن تستغنى عنهم بس بيخلوا الطعم حلو جدا، نص معلقة صغيرة ملح، 4 معالق زيت، معلقة كبيرة خل. طول ما انتي الخميرة بتاعتك عملت فقاقيع كده تبقى الخميرة بتاعتنا حلوة. وابتدي كل ده اعجنه مع بعض كده. هتاكل شوية باتيه تحفة، جميل جدا ومش مكلف واقتصادي، وكل حاجة موجودة عندنا في البيت. والمية السخنة معانا اهي، نبتدي كده هنحط بقى ايدينا عشان نشوف ملمس العجينة بتاعتنا. دي مية دافية يا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم. مش هحط المية كلها لان دقيق عن دقيق بيختلف. عاوزة مية احط، مش عاوزة خلاص. هعجن كده لغاية نشوف هي نفس الكوباية اللي انا خدت منها للخميرة وخدت منها دلوقتي للعجن. هبتدي كمان احط شوية كمان واعجن. تروحي تجيبيه دلوقتي ده هتجيبيه بسعر عالي. طب وعلى ايه ما نعمل نص كيلو، هيعمل لنا شوية حلوين جدا جدا والطعم خرافة. مش قادرة اقولك على الطعم هيبقى جميل جدا. انا عاوزة ملمس العجينة كده تكون حلوة معايا. حبايب قلبي العجينة بتاعتي زي الفل اهي، بس بتلزق شوية، انا عاوزاها تلزق شوية. جميلة جدا. ادي الاول عن اخر اللي خدت شوية المية، اقتصادية اقتصادية، ولا خدنا لبن ولا خدنا بيضة ولا كوباية زبادي ولا اي حاجة. ناخد بقى كده العجينة زي الفل اهي في ايدي. هحط نقطتين زيت كده كده، واحط برضو من فوقيها. وهسيبها، مش هسيبها تخمر يا بنات، انا هسيبها مدة بس 10 دقايق. تمام، واوريكم هشكلها ازاي. اغطيها دلوقتي واحط عليها كمان حتة قماشة عشان زي ما انتوا عارفين الجو ساقعة. تمام كده، و10 دقايق ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هناكل احلى باتيه ان شاء الله. حبايب قلبي انا مستنيتهاش تخمر زي ما انا قلت لكم، هي 10 دقايق. وابتدي اقطعها، هخليها تخمر. ولما اشكلها حطيت شوية دقيق صغيرين كده، وابتدي اعملها كده يا بنات. صدقوني طريقة حلوة اوي 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 وطريقة سهلة. وهسيبها تستريح كمان دقيقتين. تمام كده، هحط عليها كيس
عشان خاطر ما تعملش وش معانا، واسيبها 5 دقايق كمان. حبايب قلبي انا سبتها شويه تبرد، احط شويه دقيق شويه صغيرين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي بصي العجينه بتاعتي زي الزبده، شويه دقيق كده صغيرين عشان ما تلزقش في ايديكي، وابتدي افرد العجينه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقته سهله صدقيني، مش صعبه. هتيجي معاكي طويله ماشي، هتيجي معاكي مدوره ماشي، مش مشكله. الاحسن كمان ان انتي خليها تبقى مدوره معاكي، وانا ولا عاوزاها تخينه ولا عاوزاها رفيعه. انا هوريكي السمك بتاعها دلوقتي. طريقه حلوه قوي وطريقه مبسطه، وخلي العجينه معاكي صغيره ما تخليهاش كبيره عشان تقدري تفرديها وما تقصيش منها. ولو قصيتي منها مفيش اي مشكله، اللي هيفيد منك حطيه على العجينه التانية، وابتدي ايه برضو اعملي بينها واحده كمان. تمام كده. انا جبت معايا بقى ايه سمنه بلدي، زبده. انا جبت معايا زبده وسيحتها بس مش سخنه، خليتها لما تبرد. وهبتدي احط على نص العجينه بتاعتي الزبده او السمنه اللي عندك حطيه، بس زيت لا. تاكليه منها تبقى بغاشه تحفه بجد، حلو قوي. والحشو اللي انت هتحطي جبنه، هتحطي عجوه، اللي عندك حطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي الجبنه بتاعتي كده، اي نوع جبنه عندك حطيه، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. حتى لو انتي عملتيها برضو فاضيه هيبقى طعمها حلو جدا وتحفه. بس يا دوبك نسويها وما نكترش الجبنه عشان خاطر ما تطلعش مننا كتير. تمام كده. نبتدي نحط الجبنه بتاعتنا كده، وهاخد وهبرمها كده. ادي الجبنه بتاعتنا احنا بعدناها شويه مش مشكله. ابتدي الفها زي الرول كده وادوس عليها عشان خاطر ما تطلعش فاضيه معانا. طريقتها جميله جدا وحلوه، جميله هتبقى قوي. عشان كده بقولك تبقى العجينه بتاعتك صغيره، تقدري تتمكني عليها. وامسك العجينه بتاعتي كده وادوس عليها عشان خاطر ما تفتحش مننا. تمام كده. وهنا كمان كده ابتدي كده. طريقتها بسيطه وبنوته صغيره تقدر تعملها. تمام كده. وهبتدي اجيب السكينه بتاعتي الحجم اللي انا بقى عاوزاه، هقطعه كبيره صغيره دي بتاعتك انتي. سكينه تكون حاميه كده عشان تنزل على طول ما تشرشرش معانا. تمام كده. وجايبه الصاج بتاعي وهبتدي احط فيه اهو يا حبايبي. طريقه حلوه قوي قوي، بعيد عن بعض كده شويه اهو. ايه رايكم؟ جميله جدا، سهله ومش صعبه. حبايب قلبي اهي دي كده مش متسويه عندي، هسويها. ودي مش هرميها، هحطها على العجينه بتاعتي التانية. وهبتدي برضو اخد الزبده بتاعتي او السمنه وعلى الحرف كده. بس اهم حاجه مش على الحرف خالص يا بنات، عشان لما تيجي تلي فيها تلزق معاكي. تمام كده. انا عملت المره اللي فاتت بالجبنه، هعملها بقى بالعجوه. وحطيت عليها شويه سمسم، شويه سمسم عندك، حبه البركه اللي عندك برضو حطيه. وهبتدي برضو امسك الرول بتاعي كده، وهبتدي برضو الف. صدقيني بسيطة، وانا عاوزة بناتي وحبايبي يعرفوا يعملوا كل حاجة في بيتهم، مفيش حاجة توقفهم
اهي تعمليها تفطري بيها لو انتي بتشتغلي، عيالك الصبح هي رايحه المدرسه. امسكها كده برضو، طريقه حلوه قوي قوي. وابتدي اقطع زي ما انا قلتلك التقطيع اللي يعجبك، صغيره كبيره اللي انتي عاوزاه اعمليه. تمام كده. واجيب برضو الصاج بتاعي وايه، وابتدي احط، خليها عشان تبقى بعيده عن الجبنه. اهي يا حبايبي، احطلكم الناحيه التانيه كده عشان تشوفوا. دي اللي ايه بالعجوه. تمام كده. وانا بقى مع نفسي وريتكم الطريقه، وانا مع نفسي اخلصها واجيلكم تاني. حبايب قلبي انا شكلتهم، بصوا بسم الله ما شاء الله حلو جدا كده. هغطيها بقى واسيبها تخمر براحتها، ولما تخمر هاجيلكم تاني. حبايب قلبي الباتيه بتاعي بسم الله ما شاء الله، بصوا حجمه يا بنات، بصوا حجمه ضعف وبقى زي العسل زي كده خمر. وانا مولعه الفرن عليه على 180. تمام كده. قبل ما احطه هجيب شويه حليب واحطه كده، بس مش هدوس عشان التخمير بتاعه ما يقلش، زي ما هو كده بالراحه كده. اخلي ايدي خفيفه واحط له لبن، صفارة بيضه لو انتي مش عاوزه لبن. تمام كده. وتحطي عليه سمسم، تحطي عليه حبه البركه، عاوزه كده هو ساده كده يبقى زي الفل برضو جميل جدا. احط كله فيه اللبن عشان يحمر معانا ويبقى شكله جميل. حبايب قلبي انا هحط حبه البركه عليه زي ما انا قلتلك، زي ما انتي عاوزه تخليه ساده مفيش مشكله، عاوزه تحطي فيه حبه سمسم برضو مفيش مشكله، ده التزويده بتاعك انتي. احط كمان شويه سمسم زي بقى زي بره بقى واحسن كمان، على الاقل ده ضامنينه وعارفين. والله ما تتخيلي ريحه الشقه بالخبز بيبقى طعمه، بيبقى ريحتها تحفه، تحسي كده ببركه كده في بيتك. حبايب قلبي بصوا طلعت كده وزي العسل حلو قوي، عشان خاطر تبقى تلمع معانا وحلوه كده. حته سمنه بلدي كده او حته زبده او سمنه تحطها كده على الوش كده تبقى بتلمع كده وشكلها حلو وهي سخنه كده. احط عليها مشمع واغطيها بحته كمان عشان تبقى طريه وتبقى معاكي زي الملبن. تمام كده. كده انا هحط لها السمنه بتاعتها دي كلها كده، زي بصي بقت بتلمع وزي الفل ازاي. اهي يا بنات حته صغننه يعني مش الحته اللي هي الكبيره، صغنطه قوي. بصي بقت تلمع وكانت زي الفل. هحط كمان عليها الكيس كده وهغطيها واسيبها 5 دقايق. حبايب قلبي نشوف كده الباتيه بتاعنا جميل جدا. بصوا يا بنات، بصوا طري زي السكر بجد، حلوه قوي قوي قوي. عايزاك تجربيه، ولو انت لسه معايا دوسي لي لايك واعملي لي اشتراك واكتبي لي الكومنت اللي بيساعدني ويفرحني. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من دعمكم ليا. جميل جدا، عاوزاك تجربيه وتقولي لي ايه رايك فيه. جميل جدا بصراحه تحفه وهيعجبك قوي. حبايب قلبي بصوا الجمال والحلاوه دي بنص كيلو بس دقيق، جميله جدا تحفه بجد. وانا كده وصفتي خلصت واقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.